بداية أتقدم إليكم بجزيل الشكر على المشاعر الفياضة التي شملتموني بها من خلال الاطمئنان على حالتي الصحية وأيضا الدعاء لي بالشفاء. هذا بالطبع موقف من المواقف الإنسانية التي هي لدينا في دواخلنا ولا يمكن أن يغيرها لا موقف من المنتخب ولا من لاعب ولا برأي حول قضية من قضايا كرة القدم. ما هو مهم هو الإنسان. إذن أجدد لكم شكري. اليوم أتحدث عن رجل نحبه جميعا، عن مدرب حقق حوله إجماع غير مسبوق داخل الكرة المغربية. الأمر يتعلق بطارق السكتيوي. هذا الرجل قاد الكرة المغربية إلى 3 تتويجات. قاد الكرة المغربية إلى منصة التتويج 3 مرات. أولا في تجربة أولى على مستوى منتخب أقل من 23 سنة، أي المنتخب الأولمبي، في أولمبياد باريس. لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية يتمكن المغرب من إحراز ميدالية في رياضة جماعية. حل في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية. ثم بعد ذلك أوكلت له مهام إدارة وقيادة منتخب المحليين في بطولة كأس أفريقيا في الشان. فاز بالكأس، وكانت الكأس الثالثة بعد تتويجين مع حسين عموتة وجمال سلامي. ثم أسندت له مهمة قيادة منتخب المغرب الرديف، ثم الرديف لا أعرف لماذا، في كأس العرب، وتوج بطلا في قطر. طارق السكتيوي غادر المنظومة الكروية المغربية على الأقل في الوقت الراهن. هناك من تحدث عن استقالة، ولكن بلغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضح بأن الانفصال كان بالتراضي تماما كما حدث من خلال البلاغ مع وليد الركراكي. بمعنى ليست هناك إقالة ولا استقالة. تريد الجامعة أن تبقى صورة أخوية، صورة العائلة، بأن في نهاية المطاف أي مدرب يكون على رأس المنتخبات المغربية بإمكانه أن يبقى أو أن يغادر، ولكن ليس هناك إقالة أو استقالة. ولكن حقيقة من خلال ما سمعناه وما وصل إليه من أخبار لم تكن العلاقة ودية إلى درجة كبيرة، وأن طارق السكتيوي غادر أو ربما أبدى رغبته في المغادرة من خلال بعض الأشياء التي حدثت في المدة الأخيرة، بعد أن راج الحديث عن أن طارق السكتيوي قد يكون خليفة وليد الركراكي إذا ما تم التخلي عن هذا الأخير. ولكن شاهدنا بأن محمد وهبي هو الذي عين مدربا للمنتخب الأول. طارق السكتيوي إذن يغادر المنظومة الكروية المغربية بنسبة نجاح لا يمكن أن يناقشها أحد. بالأرقام سنتحدث عن 19 مباراة رسمية خاضها طارق السكتيوي وهو على رأس المنتخبات المغربية الثلاث: المنتخب الأولمبي، منتخب المحليين، والمنتخب الرديف. 19 مباراة. سنحاول أن نفهم وننظر كم عدد المباريات التي فاز فيها. فاز في 15 مباراة، تعادل في 1 وخسر 2. وبالأخص حينما نتحدث عن الخسارتين نتحدث عن خسارة ربما مهمة، لأنها كانت في الدور نصف النهائي أمام منتخب إسبانيا في الألعاب الأولمبية في باريس. أما الخسارة الأولى ونحن نعرفها كانت أمام أوكرانيا في دور المجموعات ب2-1، وكنا نلعب بتفوق عددي وكانت أوكرانيا تلعب ب10 لاعبين. ولكن في المحصلة نتحدث عن 15 انتصار، تعادل 1 كان في كأس العرب، و3 هزائم، 1 كانت في الشان لم تكن مؤثرة في دور المجموعات، والهزيمتين اللتين ذكرتهما لكم في الألعاب الأولمبية. بمعنى مدرب ناجح، 3 استحقاقات مختلفة في فئات عمرية مختلفة في ظروف مختلفة. نتحدث عن الألعاب الأولمبية، نتحدث عن إفريقيا، ونتحدث عن العرب. لذلك في كل هذه الوجهات تميز هذا المدرب. لماذا غادر؟
كثيرة هي الأخبار التي كما قلت لكم أوصلتنا إلى الخلاصة بأن كان هناك سوء تفاهم، وكان طارق السكتيوي مرشح لأن يكون خليفة لوليد الركراكي، وحدث ما حدث ولم يتم الاتفاق. الجامعة حاولت من خلال البلاغ أن تعطينا صورة الهيئة الرياضية التي تتعاطى وتتعامل مع الأطر المغربية والأطر بصورة عامة بنوع من الود وبعلاقات فيها كثير من التفاهم، ولا يكون الانفصال من خلال الإقالة أو الاستقالة، ولكن يكون من خلال انفصال بالتراضي أي اتفاق الطرفين. اليوم لا طارق السكتيوي ينفي ذلك، ولا الجامعة بإمكانها أن تؤكد أنه كان اتفاقا بالتراضي. الوجهة القادمة لطارق السكتيوي تم الإعلان عنها اليوم، بمعنى أنه اقترن ذلك بلاغ الجامعة وبلاغ الاتحاد العماني لكرة القدم، تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب العماني لكرة القدم، خلفا لمن؟ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي الذي هزمنا في كأس العالم 2018 حينما كان مدربا لمنتخب إيران في أولى مباريات المونديال، والذي غادر عمان بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها منطقة الخليج. بالطبع هذه الظروف ليست حكرا على كيروش. طارق السكتيوي حينما يتعاقد مع عمان يدرك جيدا بأن هناك أوضاع أمنية ستمنعه من أن يذهب إلى هناك ويشتغل مطمئن البال. أي صاروخ، أي مسيرة، أي قذيفة ممكن أن تصل إلى أي مكان في الخليج، لا توجد دولة في منأى عن الخطر. إذن طارق السكتيوي اختار منتخب عمان. البلاغ لم يحدد مدة التعاقد ولا الأهداف ولا راتب المدرب. طبعا هذه أمور ستتكشف في الأيام والأسابيع القادمة. يجب أن نركز على أن منتخب عمان هو من بين المنتخبات القليلة التي تمتعك على مستوى مشاهدة المباريات. لاعبو المنتخب العماني والأندية العمانية بصورة عامة يجنحون كثيرا إلى الجوانب الفنية، إلى الجوانب الفرجوية. فريق ممتع، منتخب ممتع، حتى وإن كان لم يصل إلى كأس العالم، ولكن كانت دائما الكرة العمانية متميزة عن باقي الدول الأخرى في الخليج. ربما هي الأكثر قربا من الكرة السعودية على مستوى المهارات، على مستوى الفنيات، على مستوى الفرديات. نتحدث عن لاعبين يلعبون محترفين وكانوا يلعبون محترفين في الدوري السعودي وأيضا في الإمارات وكانوا يلعبون في قطر إلى غير ذلك، حتى أن هناك حارس مرموق علي الحبسي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. بمعنى أن هناك تقاليد كروية موجودة في هذا البلد. يحتل حاليا المركز 78 في تصنيف الفيفا، وهذا التصنيف هو معقول ومنطقي بالنظر للمراتب التي احتلها المنتخب العماني في السنوات الأخيرة. كان دائما ترتيبه يتراوح ما بين 75 و 80. آخر مرة تقدم فيها في الترتيب كانت في 2024 احتل المركز 50. طارق السكتيوي سيذهب إذن إلى معقل كرة القدم في الخليج، سيدرب منتخب برأيي يتماشى مع فكره الكروي. لا يوجد أحد في المغرب أو خارج المغرب ممكن أن ينكر أن طارق السكتيوي مع المنتخبات المغربية الثلاث، الأولمبي ومنتخب المحليين والمنتخب الرديف، لا يمكن أن ينكر الكرة الجميلة التي قدمها. وأهم من ذلك أي أن الكرة الجميلة والعرض الجميل اقترن بالفعالية، اقترن بالنتائج. ميدالية برونزية، لقب إفريقي، لقب عربي. بمعنى أن الرجل لديه أفكار ولديه تصور، حينما يجد الموارد البشرية الطيعة والتي تستوعب الفكر والتصور يقدم لك الصورة الجميلة. وأنا لا أخشى على طارق السكتيوي في عمان، لأن المتلقي متطور، لأن المتلقي مجتهد، لأن المتلقي موهوب، لأن المتلقي يعشق أن يلعب كرة القدم، وما يحتاجه هو مزيد من الانضباط،
ذلك الانضباط الذي رسمه مع المنتخب الأولمبي والمنتخب المحلي والمنتخب الرديف، والذي اتسم من خلال الأداء الذي كان ممتعا فرجويا، ولكن لم يغفل أهم شيء وهي الأهداف. وشاهدنا في الدور نصف النهائي، في الدور النهائي بدخولها الحمد لله، كيف استطاع توظيف لاعب صاحب خبرة تجربة وأعطى الإضافة التي كان يرجوها، بمعنى أن قراءة الرجل للمباريات قراءة تنم عن فهم للمحيط الداخلي للفريق الذي يدربه، وفهم للمحيط الخارجي بمعنى الفرق التي يقابلها. مع الأسف الشديد أنا حاولت أن أرى من خلال جدول المباريات الودية في التوقف الدولي القادم، لم أجد مباراة لمنتخب عمان، ربما مبرمجة ونحن لا نعرفها، ولكن هناك وقت، لأن عمان غير مؤهل لكأس العالم، سيبني وسيحتاج ربما المنتخب العماني من خلال التعاقد مع طارق سكتيوي سيحتاج إلى عملية إعادة هيكلة وبناء من جديد بتصور جديد، ولكن بطموحات أكبر. طارق سكتيوي يقول البعض أننا خسرناه، هذا صحيح، كان بإمكانه أن يكون في مجال آخر غير ربما المنتخب الأول، ولكن أعتقد أن ما عجل برحيل طارق سكتيوي هو أننا قبل أن نعين محمد وهبي مدربا للمنتخب المغربي الأول كنا قد أعلنا، الجامعة بالطبع، الجامعة أعلنت عن تعيين محمد وهبي مدربا للمنتخب الأولمبي لأولمبياد 2028 في لوس أنجلوس. لماذا؟ لأن اللاعبين أقل من 20 سنة توجوا في 25، وحينما سيصلون إلى سنة 2028 سيكونون في السن القانونية التي تسمح لهم بأن يلعبوا الألعاب الأولمبية. وشاهدنا الاكتساح المثير الذي قدمه منتخب أقل من 20 سنة، ولذلك كان طبيعي أن نشاهد هؤلاء اللاعبين في مشروع الألعاب الأولمبية. ولكن إذا كنا قررنا منح تدريب المنتخب الأولمبي لمحمد وهبي فإننا أقصينا مباشرة طارق سكتيوي، وربما هو شعر بالغبن لأنه جرد من منتخب تميز معه ولم تمنح له صلاحيات لتدريب منتخب آخر طموحه كان هو المنتخب الأول، في ظل الضغوط التي كانت مورست عقب خسارتنا لنهائي الكان 1-0 في الشوطين الإضافيين وضيع اللقب. أنا لا أتحدث عن الجوانب القانونية هنا، أتحدث عن الواقع الملموس. طارق سكتيوي كان ينتظر أن يكلف بتدريب المنتخب المغربي، لم يحدث ذلك. يقال كان هناك خلاف حول تصور، حول جوانب تتعلق بالطريقة وبالصلاحيات التي سيتمتع بها طارق سكتيوي إذا ما عين مدربا للمنتخب المغربي. الآن هذه الصفحة طويت، ما نتمناه هو التوفيق لطارق سكتيوي، ونحن واثقون أن الرجل مسلح بأفكاره، بطريقة التعاطي التي شاهدناها مع الإعلام مع اللاعبين، كيف يستطيع أن يحقق إجماع